صباح الخير. انا جيت. هل الستات نكديه؟ بغض النظر عن الكاتيجوري بتاع البني ادمين اللي هم نكديين اصلا، وده ملوش علاقه بذكر وانثى، يعني ده هو البني ادم، سيبه في حاله. تمام. وبغض النظر ان الست عموما عايزه تتساب في حالها، يعني كفايه حوارات عليها، يعني هي تعبت والله، مش عايزه حد يتكلم على لسانها خالص. بس لو جينا قلنا ليه الستات بتميل اكتر للدبريشن او للمود المكتئب، لان بكل بساطه احنا كبني ادمين عموما في الفتره دي، او يعني احنا كبني ادمين مفيش وعي شعوري قوي. يعني احنا مش عارفين ان انا في اللحظه دي حسيت ان انا غضبان، او حسيت بالعار، او حسيت بالذنب، او حسيت بالسعاده، او حسيت بالقبول. احنا حرفيا التسميه الشعوريه عندنا يا دوبك ممشيين حالنا، ممشيين يومنا بيهم اصلا. فبالتالي بما ان الست اساسا كائن شعوري وبتروح للمشاعر بعمق، فايه اللي بيحصل؟ بيتركب عندها ان المشاعر دي مدفونه، فهي مش عارفه اساسا الاوفرويلمنج ايموشنز دي جايه منين. يعني سواء في اوفرويلمنج ايموشنز ممكن تكون هي جت عند موقف وبلوكد، هي وقفت، هي حرفيا وقفت عند الموقف ده، سواء بقى من الاهل، سواء من الزوج، من اي حد. وهنجيبها في الاسترس وفي الولاد والشغل وكل حاجه، لكن مش عند الموقف اللي بلوكت نفسه. لو جينا قلنا هي بتميل للخناق، لا، هي مش بتميل للخناق اكتر ما هي بتبقى عايزه، طبيعه الانثى ان هي عايزه تعبر عن مشاعرها، فعايزه تعبر عن مشاعرها، وبما ان دي كلها overwhelming emotions فهي مش بتبقى عارفه تبروسس اصلا ايه المشكله اللي انا فيها دلوقتي. يعني انا ايه اللي مضايقني في اللحظه دي، هي مش عارفه بالظبط، بس هو انا في ايموشنز كتير ومش عارفه هندلهم ومش عارفه اتعامل معاهم. فبالتالي بنروح لحاجتين: يا اما هبقى سترونج اندبندنت وهقفل على كل الايموشنز وهقفل كل حاجه وخلاص بقى، وده مع الوقت بيظهر في شكل تعب جسدي، وبيظهر في شكل اعراض جسديه، وبيظهر في شكل ستريس كتير، وبتبقى حرفيا زي القنبله الموقوته ومبنبقاش عارفين ليه. يا اما هتقبل شويه ان هيتقال عليها هرموناتك ودماغك وانتي متقلبه وايموشنال ومش عارفه ايه. كل الفكره دي ان احنا مش متقبلين ان احنا نشوف مشاعرنا رايحه فين، احنا مش عارفين نشوف الايموشنز بتاعتنا واصله لفين. ايه اللي مضايقني النهارده؟ طب ايه الموقف اللي انا واقفه عنده وعامله له بلوك؟ ايه الموقف اللي انا مستنيه عنده بالظبط ومش عارفه اتخطاه؟ ايه الموقف او ايه اللي حصل انا مش عارفه اسامح الشخص ده عليه او اتقبله، بس انا مضطره اتعامل معاه؟ فبتبقى اللي هو دايلما كده في دماغها حرفيا، وفي دماغنا كلنا، بس هي عشان الانثى كائن بيستشعر الشعور اكتر، وكائن شعوري اكتر، والمشاعر عنده اقوى، فهو يعني بتحس اكتر بالمشاعر، فبالتالي المشكله عندها بتكون ظاهره اكتر. مش معنى كده ان الرجاله مش بتحس، بس هو يعني هما مشاعرهم، يعني السنسيتيفيتي بتاعتها اقل شويه، الانثى هي اللي بتحس اكتر بالشعور، فبالتالي هما بيكون عندهم نفس المشكله. وفي كتير من الرجاله بيكونوا برضو حاسين بالمشاعر كتير و overwhelming emotions، وبرضو بيوصلوا لنفس الحاله، بس مش منتشره اكتر. هي دي كل الفكره. لكن احنا محتاجين نبروسس الايموشنز بتاعتنا. يعني هي لو بتتخانق على حاجه وهديت، مجرد ان هي هديت هنقدر نعرف طب ايه اللي مضايقك من الموقف ده، هنقدر نعرف مع الوقت. طيب ليه لما بتنفجر بتكون بحزن وبدبريشن؟ لان المشاعر درجات، يعني كل شعور ليه تردد معين، فريكونسي معين. فبالتالي لو هي شايله كتير غضب وعار، وهنتكلم عن الموضوع ده بتاع الايموشنز والفريكونسي بعد كده، بس لو هي شايله كتير غضب وعار وحزن وذنب وتأنيب وكل الحاجات دي، لما تيجي تظهر او تبقى ستريسد ومش عارفه تكنترول، تحط الغطا على اللي هي كتير اللي هي دفناه ده، ايه اللي هيظهر؟ الايموشنز دي. لو انا بدات ابروسس الايموشن دي وبدات اعالج المشاكل دي والمشاعر دي والمواقف اللي عدت والترومز اللي حصلت،
وبدات اطلع مثلا لحاجه زي الشجاعه، القبول، الحب، السلام. مش هيبقى فيه دوشه كتير قوي وحاجات كتير دفنينها، فبالتالي وانس ان مش قادره ايدي هتترعش ان انا دفنه الحاجه، هلاقي الدنيا بتنفجر مني. لا، ما انا مش دافنه حاجه اصلا، هما اوريدي هيلد وبروسيسد وكل حاجه، فمش هيظهر كم البين ده، ومش هيظهر كم الغضب ده وكم الحزن ده والدبريشن ده. هي كل الفكره ان احنا نسمح لنفسنا ان احنا نحس الشعور. وهي مش كائن هرموني ومجنون ولا حاجه، هي بس كل الفكره ان هي بتحس اكتر بالشعور، ودي نعمه كبيره قوي قوي قوي. بس عشان احنا دافنينهم ويعني مرغوبين منهم ومغطينهم، فاحنا مش شايفين حاجه غير ان هما احنا لو فتحنا الحته دي هتنفجر في وشنا. لكن احنا جست ان احنا مجرد ان هنبروسس الحته دي وهنعالج الحته دي، هتلاقيها بس خلاص يعني الموضوع اهدى بكتير. انا ما عنديش حاجه لو ايدي اترعشت تنفجر، فبالتالي لو ايدي اترعشت او اتهزت شويه عادي، انا تمام. ممكن اكون متوتره شويه، ممكن اكون overwhelmed شويه، لكن مش مكتئبه، مش حزينه، مش غضبانه وشايطه في الكل، مش داخله في البرن اوت. حاجات كتير قوي مش هنوصل لها. عشان كده مهم ان احنا نتعامل مع مشاعرنا صح وندركها. والستات مش نكديه، هما بس بيحسوا المشاعر بليفل اكتر شويه، محتاجين نتفهمهم. ونفس الفكره في الرجاله، يعني نكون شاكرين لمعاليكوا لو شلنا الزرار اللي انتوا طافينه بتاع الايموشن. مش عيب والله لو حسيتوا بالايموشن بتاعكم، ومش عيب لو تقبلتوا الايموشن. ده هيساعدكم كتير ان احنا نوصل لايه، لنقطه في النص. نشغل بس الزرار عشان نقدر نتعامل ونوصل لنقطه في النص، ان الايموشنز عندنا كلنا، وكلنا والله عندنا منها، فطبيعي ان احنا نتعامل معاها، ومش شيء مرعب ولا حاجه، هي بس احنا اللي راكنينها فمش عارفين نتعامل معاها. صباحكم فل ويومكم حلو.